السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هقدم لكم صينية بطاطس بالفراخ المتبلة بطريقة جديدة وطعم جديد، إن شاء الله تعجبكم. هنا المكونات: أنا جبت الفراخ غسلتها كويس، وهنا فتحتها علشان تشرب معايا من التتبيلة كويس، وهنبدأ ونقول بسم الله. هنا معنا المكونات: بصلتين متقطعين، نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة البهارات السبعة، وهنا طماطمية كبيرة، وقرن فلفل متقطع، والقرن الفلفل ده اختياري، وهنا عصير ليمونة، معلقة عسل اسود. وان شاء الله هنا هنضرب المكونات مع بعضها. هنا هنضيف البصل وعليه الطماطم، وهنضيف عليهم البهارات، وهنا هنضرب مع بعض المكونات كويس. انا هنزل هنا بمعلقة العسل، ونزلت بعصير الليمونة، وهنا هنضرب المكونات كويس مع بعض. وهنا هضيف معلقتين زيت. الزيت بيديها لمعة وبيخلي يعني الخليط بتاعها بيبقى جميل. وهنا نص معلقة ملح. وهنا ان شاء الله المكون جاهز معايا. وهنا نتبل مع بعض الفراخ زي ما حضراتكم شايفين، هندخل في كل حتة كويس زي ما حضراتكم شايفين. من كل مكان انا بتبل كويس عشان تشرب من التتبيله، لان انا مش هسيبها، يعني مش هسيبها شويه. انا هتبلها وهعمل الصينيه على طول وهدخلها الفرن. وهنا المكونات معانا: بصل شرايح زي ما حضراتكم شايفين، وهنا بطاطس شرايح، وجزر، وفلفل، وهنا بقيه الخلطه اللي انا متبله منها الفراخ. وهنا توابل معانا: نص معلقة كركم، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة بهارات، وهنا زيت، ومعايا فصين توم. وان شاء الله هنبدأ نقلب المكونات مع بعضها. هضيف شرايح البطاطس والجزر، ومعاها الفلفل، وهنضيف البصل، وهنا انا ههرس عليها فصين توم. هنحط فصين توم مهروسين بيدوها طعم جميل برضو. وهنا هنزل عليها بالبهارات، وبقية الخلطة اللي كانت معايا في التتبيلة. الخلطة دي جميلة جدا وريحتها جميلة جدا، هتديها معايا طعم. وهنزل بالزيت. هنا انا هقلب كويس زي ما حضراتكم شايفين، هقلب المكونات مع بعضها، وهنضيف عليها الملح. وهنا هضيف معلقتين صلصة، انا نزلت عليهم بكوباية ونص مية. وهنا انا بضيفها على المكونات عشان خاطر في الطياب الصينية تطيب البطاطس تطيب كويس، تستوي كويس. وهنا هرص الفراخ عليها. وهنا خلاص تعتبر جاهزة. ان شاء الله هنخش بها الفرن على درجة حرارة 200 ان شاء الله. وباذن الله بعد ما تستوي هنشوفها مع بعض. وهنا بعد ما خلاص استوت زي ما حضراتكم شايفين الجمال. بصوا بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا زي ما حضراتكم شايفين.
يعني الريحة روعة، ريحتها جميلة جدا. وزي ما شايفين البطاطس، بصوا شكل البطاطس جميلة، يعني بصوا الجمال، شكلها روعة، شكلها جميل جدا. جربوها مش هتندموا والله. وهنا هنقدم معاها رز بشعرية زي ما حضراتكم شايفين. معانا طبق الغرفة هنقدم فيه ان شاء الله مع بعض. وهنا البطاطس بالخضار. الريحة روعة والمنظر جميل جدا، يفتح النفس والله، جميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين. بصوا يعني الخضار دايب زي ما انتوا شايفين كده، جميل جدا. ريحة وطعمها تحفة والله. والبطاطس دايبة معانا زي ما انتوا شايفين. وبألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا. يعني وقدمنا معاها سلطة خضراء، يعني بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا يا رب، بألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وما تنسوش اللايك. وإن شاء الله هنعمل مع بعض فيديوهات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.